افضل 10 مسلسلات في رمضان 2019، ودي سلسله حلقات، يعني الحلقه اللي بعديها افضل 10 في رمضان 2018 وهكذا. ونروح للمركز العاشر. قدم سليم الأنصاري استقالته وبتتقبل في وزارة الداخلية، وبعد كده بيفتح شركة أمن وبيشارك شخص اسمه أكرم صفوان، ولكن بعد مدة من الوقت بتحصل خلافات وصراعات بين الاتنين. حقيقي فعلا مسلسل جميل جدا كريتم أحداث وككليف هانجر. مسلسل كلبش عامة معروف بالحكاية دي، بيقفل كل حلقة بشكل حلو. بس المسلسل ده بالنسبة لي هو أقل واحد في التلات أجزاء، بس برضه رغم كده هو واحد من ضمن أفضل المسلسلات في 2019، ويستحق المرتبة دي عن جدارة صراحة. اللي كان فيه كام نقطة لو كانت اتظبطت كان احتمال ياخد مرتبة أعلى من كده كمان. ونروح للمركز التاسع. مسلسل بطل الحدوتة 3، واللي قصته بتدور حول 3 شخصيات مختلفة. يعني أول 10 حلقات في المسلسل قصة، وال10 التانيين قصة، وال10 الأخرانيين قصة. القصة الأولانية بتركز على شخصية بيلا اللي بتمتاز بشخصيتها القوية والقوية، واللي بتشتغل في إصلاح العلاقات العاطفية. الشخصية التانية لهفة اللي بتحلم بالشهرة وبتستخدم كل الأكاذيب للوصول إلى حلمها. والشخصية التالتة لولي، واللي بتعيش في مزرعة وبتعتقد إن العالم انتهى بعد ما أهلها اختفوا، ولكن بتقابل شخص اسمه جمال بيغير كتير في حياتها. حقيقي فعلا المسلسل جميل جدا، بالأخص أداء التمثيل بتاع دنيا سمير غانم. عامله كذا شخصيه في المسلسل وقدمتهم كلهم بطريقه جميله. وعامه دنيا سمير غانم بتليق في اي حاجه، عارفه تتقمص الدور بطريقه جميله. انت حطها في دراما هتبقى عالميه، حطها في كوميدي، حطها في رومانسي. حقيقي فعلا من الممثلات تقيله جدا ومن افضل الممثلين، واللي بالنسبه لي بيهدروا قيمتهم الفنيه في ان هم ما بينتجوش اعمال. من الناس المقله جدا في الانتاج في الفتره الاخيره دنيا سمير غانم. بس حقيقي فعلا مسلسل جميل جدا ويستاهل المشاهده ويستحق المرتبه دي. ونروح للمركز الثاني. مسلسل علامة استفهام، واللي بيحكي عن شخصية نوح، الشاب الاسكندراني الغني واللي بيحدث تغيير كبير في شخصيته. بيظهر وجه جديد ليه بسبب ماضيه المجهول، واللي بيتضح تدريجيا مع مرور الأحداث. حقيقي فعلا المسلسل كان جميل جدا، بس بالنسبة لي النهاية مش مفهومة، ممكن تتظبط بشكل أفضل من كده. بس يظل اللي اتقدم كان جميل جدا ككذا نقطة، بالأخص الأداء التمثيلي بتاع محمد رجب عامل الدور بطريقة جميلة جدا، والمسلسل فعلا يستاهل المشاهدة. ونروح للمركز السابع. مسلسل زلزال، واللي بتدور أحداثه فترة زلزال 1992. بيركز على شخصية حربي اللي بيشتري بيت بالقسط من خليل. لما بيجي موعد سداد القسط الأخير بيطالبوا بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، لحد ما بيحصل زلزال 1992. ولما البيت بيقع بيرفض خليل إنه يدي حتة الأرض للوريث بتاع ابن حربي، للوريث واللي هو محمد ابن حربي. فبيحصل ما بينهم خلافات كتير، رغم ان محمد حربي بيقع في حب بنت خليل، وخليل برضه بيبقى واقف عائق ما بينهم. مسلسل جميل جدا بامانه، ومن احسن مسلسل قدمها محمد رمضان، مش افضلهم بس مسلسل حلو جدا ويستاهل المشاهده. 30 حلقه بس ما وقعش في فخ المط. والاداء التمثيلي بتاع محمد رمضان في المسلسل ده كان جميل جدا. والاداء التمثيلي برضه بتاع ماجد المصري كان عامل الدور حلو قوي. فحقيقي المسلسل كويس ومسلي ويستاهل المشاهده. ونروح للمركز السادس. مسلسل ورد الغلابة، واللي بيركز على شخصية عيسى، واللي بيعاني من الفقر ومشاكل مادية، فبيضطر إن هو يشتغل شغلانتين مش شغلانة واحدة. الشغلانة الأولانية مدرس بالنهار، والشغلانة التانية بيشتغل عن شخصية اسمها ضحي، واللي بيطلب منه إنه يعمل أشياء مخالفة لمبادئه، فده بينشأ ما بينهم خلافات وصراعات. حقيقي فعلا المسلسل كأول 12 حلقة هو أفضل مسلسل في رمضان 2019 بدون نقاش. بس الفكرة إن النص التاني من المسلسل كان في كذا نقطة سلبية صراحة، كان لو كانت اتظبطت كان هياخد المرتبة الأولى عن جدارة. يظل المسلسل جميل جدا، وبرضه من ال 12 لحد 30 اللي اتقدم مش وحش. مسلسل عظيم ويستحق المشاهدة. الأداء التمثيلي من أغلب الممثلين كان جميل جدا، بالأخص أحمد السقا. والدور بتاع الضاحي بتاع محمد ممدوح كان جميل جدا صراحة، كان موفق في تقديم الشخصية. مسلسل جميل ويستاهل المشاهدة ويستحق المرتبة السادسة. ونروح للمركز الخامس. مثل لآخر نفس، بيحكي عن شخصية ست جوزها بيتقتل، وبعد كده بتلاقي ولادها بيتخطفوا، وبعد كده بتقعد تكتشف في أحداث وحاجات غامضة جدا عن جوزها ما كانتش تعرفها ولا كانت تتوقعها. وللأسف الحاجات دي بتهدد أمن عيالها وأمن حياتها عامة. من أفضل المسلسلات اللي قدمتها عبد العزيز، جميل جدا صراحة، وأنا شايفه كان مظلوم جدا في السنة دي، وكان يستحق أكتر من كده على المستوى الإعلامي وعلى كذا نقطة صراحة. فحقيقي المسلسل كان مظلوم ويستاهل أكتر من كده بكتير، ولسه ما شفتوش، لا المسلسل يستاهل المشاهدة ويستاهل المشاهدة جدا كمان. اللي هو انت لو ما شفتوش فايتك كتير فعلا. على الاقل في اول 10 حلقات متعه متعه فعلا. مسلسل جميل ويستاهل المشاهده ويستحق المرتبه الخامسه عن جداره، ويمكن كان ممكن ياخد مرتبه اعلى من كده كمان. ونروح للمركز الرابع. مسلسل ابو جبل، واللي بيدور احداثه بإطار اجتماعي واثاره وتشويق حول شخصيه حسن ابو جبل، واللي بيفقد اتنين من عياله وامواله، بسبب الحريق اللي حصل في شقته عن فعل فاعل. وفي عز ما هو بيدور عن مين اللي عمل كده ومين الجاني، بيصطدم بخلافات كتير مع اخواته بسبب الميراث وبسبب البيت والشركة اللي سابها لهم ابوهم.
من افضل المسلسلات اللي قدمها مصطفى شعبان ان لم يكن افضلهم. جميل جدا على مستوى الريتم، على مستوى التقديم الشخصيه، على مستوى الاداء التمثيلي، على مستوى البدايه، على مستوى النهايه. جميل جدا فعلا من كذا نقطه، من اكتر المسلسلات اللي استمتعت بيها في 2019، وحقيقي فعلا يستحق المرتبه دي. مسلسل جميل جدا وممتع، ولو ما شفتوش حقيقي فعلا فايتك كتير. ونروح للمركز الثاني، مسلسل هوجن، واللي بيحكي عن شخصية هوجن، الشخص اللي عنده قدرات خارقة، واللي بيتورط في قتل شخصية سليمان دفاعا عن شخص كان بيشتغل معاه بقاله سنين، وبعد كده بيتورط في سرقة فيلا، وغير كمان اللبات قوته وقدراته الخارقة، وإنه يخليه حارس شخص ليه، وبتبحث شخصية اسمها وردة عنه عشان خاطر تتجوزه. أفضل مسلسل لمحمد إمام بدون نقاش، ومن أفضل المسلسلات اللي شفتها كعمل مصري في رمضان في آخر فترة. حقيقي فعلا مسلسل جميل جدا ومشوق وممتع ومسلي. 30 حلقة من غير أفوارة في الريتم، من غير بطء في الريتم، من غير اي شيء تحس فيه مثلا ملل، تحس ان فيه افوره، تحس ان فيه شخصيات مش مكتوبه حلوه او واقعه. لا، جميل جدا، الشخصيات كلها مكتوبه كويسه جدا، والاداء كان جميل جدا من اغلب الممثلين، بالاخص محمد امام عامل الدور بطريقه جميله جدا. القصه اتقدمت حلو، البدايه جميله وموفقه، النهايه حلوه جدا رغم ان هي محزنه. حقيقي فعلا ما شافش المسلسل فايته كتير وكتير قوي كمان. ونروح للمركز الثاني، المسلسل الممتع والجميل واكتر مسلسل اتأثرت بيه واستمتعت بيه في السنة دي، مسلسل قبيل. متعة متعة بمعنى الكلمة في المسلسل ده من كل الجوانب بالنسبة لي. مسلسل قصته بتدور في إطار تشويق وإثارة عن محقق شرطة بيتولى التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، ويحاول يحدد مكانها ومكان الخاطف وهويته. سيبك من المعنى بتاع القصة، المسلسل كلمة ممتع قليلة قليلة فعلا يا جماعة. الأداء التمثيلي بتاع محمد ممدوح، الأداء التمثيلي بتاع محمد فراج، القصة اللي اتقدمت، الخط بتاع محمد فراج هو وحبيبته، وإن كل شوية بيشوفها وبيفتكرها رغم إن هي ميتة. يا أخي إيه الجمال ده، إيه التأثير ده، إيه الإحساس ده، إيه المشاهد اللي اتقدمت دي. ممتع ممتع فعلا، يعني يكفي الخط ده لوحده بالنسبة لي أنا كفاية. كفاية فعلا، اللي هو كقصة، كأداء، كمشاهد تمثيلية، كمشاهد رومانسيه، ككذا نقطه مكتوبه حلوه جدا، اتعملت حلو جدا. الخط برضو بتاع الخط ضابط الشرطه والبحث والبحث عن هويه القاتل كان جميل جدا. محمد فراج كان عامل دور بطريقه حلوه قوي. وفي كذا حاجه حصلت في اخر 10 حلقات او اخر 15 حلقه او بالبلد النص التاني من المسلسل ما كانتش متوقعه صراحه. من افضل المسلسلات اللي شفتها في حياتي كعمل مصري، تحفه فعلا ويستاهل المشاهده، ولو ما شفتوش فايتك كتير قوي كمان. ونروح للمركز الاول، المسلسل المصري الوحيد اللي حسيت انه بتفرج عليه ان هو عمل اجنبي مش مصري، ويتقارن كمان باعمال اجنبيه تقيله، مش مجرد عمل اجنبي عادي. مسلسل زودياك، واللي بالمناسبه مكون من 15 حلقه، وقصته بتدور في اطار من الاثاره والتشويق حول شباب بيقعوا في لعنه فرعونيه، واللي بتقتل كل شخص على حسب برجه الفلكي. يعني كل شخص فيهم بيتقتل في ميعاد معين وبطريقه معينه، فهم ببساطه عارفين تقريبا الميعاد، لكن مش عارفين الطريقه هتحصل ازاي. من افضل المسلسلات اللي شفتها في حياتي عامه، كاجنبي او كمصري. مسلسل كلمه ممتع قليله، وفكره ان هو 15 حلقه ده خلى الريتم عالي جدا في المسلسل. القصه اللي اتقدمت جميله، الاداء التمثيلي كان كويس جدا من اغلب الممثلين. الكليف هانجر بتاع كل حلقه مش طبيعي، ده كل حلقه بتتفاجئ، مش بتتفاجئ، انت بتتصدم. حقيقي فعلا في كذا مشهد في المسلسل ده انا انبهرت من كتر الصدمه، اللي هو شابوه فعلا. المسلسل معمول حلو قوي، القصه مكتوبه حلوه جدا ومتماسكه. لا فعلا هنقعد نتكلم عن المسلسل ده هناخد وقت كتير جدا، هناخد حلقه كامله. فاللي هو لو ما شفتوش لا فايتك كتير ولازم تقعد تتفرج عليه. ببساطه ما تكملش حتى الباقي من الحلقه واتفرج على المسلسل، عظمه على عظمه. وبس كده، بعد ذلك حلقه المتابعه وسلام.